السلام عليكم، يعطيكم ألف عافية. اليوم إن شاء الله وصفة من المطبخ الليبي اسمها المبكبكة. طبعا هي عبارة عن معكرونة. نستخدم فيها إما الدجاج أو اللحمة. أنا اليوم استخدمت اللحمة. هون حطيت معلقة صغيرة، يعني صغيرة صغيرة سمنة، لأنه اللحمة اوريدي يعني فيها دهنة، ومعلقة زيت زيتون كمان معاها. والبصل هون انا حبيت اعمله يعني مكعبات كبيرة علشان انا بحب طعم البصل في الاكل. قلبته. بنحط رشة ملح علشان يتدبل البصل معنا بسرعة، وبعدين بنقلب كتير منيح لحد ما يصير لونه ابيض. طبعا هون عنا فصين توم مهروس وقرنين فلفل. الفلفل طبعا مكون أساسي أعتقد في هاي الوصفة، هي لازم تكون حارة. بس أنا يعني معتدل يعني الحرارة، ما فتحت الفلفل. لكن هي الوصفة الأصلية لازم تبقى حارة حارة. طبعا هون عندي لومي وفي هيل وفي مسمار أو اللي هو قرنفل يعني. بتقدر تحطيهم حب عادي، ما عندك مشكلة، بس أنا ما بدي أقعد أنقي فيهم وأطلعهم، فلذلك حطيتهم مطحونين. بنقلبهم كويس. اللومي حاولي إنك يعني تعملي فتحة فيه علشان تاخدي أكتر يعني قدر من الطعم الموجود جواته. وطبعا هون لازم نضيف اللحمة بعدها، بعد ما قلبنا البصل والثوم والفلفل وشوية البهارات. بنقلب اللحمة معاهم، بنقلبها كويس لبين ما يصير لونها يبطل في أحمر بلونها يعني. تاخد تشويحة هيك سريعة، وبعدين بنشوف شو راح يصير معنا. طبعا هون بنحط عندي حبة بندورة، حطيتها مكعبات كبيرة. أو حبتين، هون أنا حاطة مش حبة. لأنه الكمية منيحة، يعني أنت بتقدر تحطي اللي بدك إياه، وفيك تستغني عن البندورة، ما يعني مش ضرورية كتير، بس هي يعني نكهتها لذيذة هيك في الوصفة. وهلأ دور البهارات المطحونة عندي هون: زنجبيل باودر، عندي كاري، فلفل أسود، بابريكا، وشوية بهارات مشكلة وشوية كركم. بنحركهم كتير منيح، يعني هيك ياخدوا تشويحة مع عشان يعطي البهارات تطلع نكهتها، وبعدين إن شاء الله بنشوف. طبعا هلا بنضيف المي المغلية. لازم تكون مغلية، ما بينفع نحط مي باردة لأنه اللحمة زي ما اتفقنا إنه سخنة، فلازم نضيف لها مي سخنة. بنقلبها شوي مع المية وبعدين بنضغطها. بنخلي اللحمة مستوية، يعني خلينا نحكي 98%، يعني تقريبا مستوية كامل. سوى اللحمة زي ما انت بتحبيها كتير كتير دايبة، بتحبيها يعني شوية يعني. أنا بحبها معقولة، يعني مش دايبة بالمرة ولا هذا. فبنضغطها وبنشوف إن شاء الله بعد ما تستوي. وهون استوت معي اللحمة. طبعا هون عندي معلقتين كبار صوص البندورة أو رب البندورة أو الصلصة زي ما بتسموها. بنضيفها على مرقة اللحمة، يعني نفس ما بنصفي اللحمة، خليها بالمرقة نفسها. وبنضيف عليها مية البندورة أو الرب البندورة، وبنحركها شوي، وبعدين بنضيف المعكرونة حصرا أو مش حصرا، بس هي الوصفة الأصلية خواتم فيها المعكرونة. هلأ بنشوف المعكرونة. هذه هي المعكرونة، هذه هي الوصفة الأصلية، هيك بستعملوها. بس طبعا بتقدر تستعملي أي نوع من المعكرونة اللي بتحبيها. بس أنا لقيت فعلا هاي النوع من المعكرونة هو يعني لايق مع الوصفة أكتر. بنتركها لبين ما تستوي المعكرونة تماما، وبعدين بنقدمها.
هون عندي استوت. طبعا الصوص هذا انت ممكن تخليها تنشف اكتر من هيك من الصوص، لكن انا علشان عندي صغار بحبوها هيك، فتركت شوي فيها صوص. بصراحة الصوص كمان لذيذ طعمه معاها. وهيك خلصت وصفتنا، وطلعت بصراحة كتير كتير زاكية، مظبوطة 100%. اللحمة مستوية والمعكرونة دايبة والطعم خيالي ما شاء الله. بتمنى تجربوها وتقولوا لي شو رأيكم فيها. يمكن هاي الوصفة جديدة علينا إحنا الفلسطينية أو الأردنية أو بلاد الشام يعني. من المطبخ الليبي بصراحة وصفة خطيرة كتير زاكية وسريعة، ممكن تعمليها يعني جنب الأكل في عزومة أو إشي. وهيك أنا بكون خلصت وصفتي، ويعطيكم ألف عافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.